عايز تستحضر الجن اللي موجود جواك وتعرف هو كافر ولا مؤمن، اعمل كف ايدك كده، خليك رافع كف ايدك لمدة دقيقة واحدة. هقرأ آية من كتاب الله جل وعلا ثم هنعرف إذا كان الجن ده كافر ولا مؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بص على يدك هتلاقي صبعك الصغير ده اتفتح، بأمر الله تحرك الصبع الصغير ده. كل شخص صبعه الصغير اتفتح وصارت عنده حركة يبقى معنى ذلك ان في جن موجود في جسمك. فانا عايز اتخلص من هذا الجن واخرجه من جسدي تماما. كل ما عليك انك انت هتحضر كاس ميه زي ده، ثم كاس الميه ده هتقرا عليه سوره الانفال، وتقرا عليه سوره الرعد، وتقرا عليه سوره التوبه، وتقرا عليه سوره النور، وتقرا عليه سوره البروج. الاربع سور دول انا عايز اقول لك ان هم بيصنعوا المعجزات، حرفيا بيصنعوا المعجزات في تدمير السحر. تدمير يعني سبحان الله حصون الجن والشياطين. لا يبقى أي شيطان ولا أي خادم سحر في جسدك إلا صرع. ومعنى كلمة صرع يعني معناته أنه تزلزل وخرج من مكانه. ثم بعد ذلك لما نقرأ هذه الآيات على مية هنشربها لمدة 4 أيام، وأحاول كل يوم قبل غروب الشمس تمام إن يكون في طنجرة كبيرة أو إناء كبير، يعني سبحان الله وأنا قارئة بقى يعني على أزازة مية كبيرة، وأخد مقدار الكوباية دي وأحطها في المية التانية واستحمى منها واغتسل. ويكون عندك يعني سبحان الله مادة زي مادة المسك الأبيض أو المسك الأسود أو المسك الأحمر، أي نوع مسك، وهنقرأ عليه نفس ذاك الصور ديت، وهندهن به الجبهة هنا، ثم هندهن به الأنف، ثم هندهن به الجسد يوميا، يعني سبحان الله لمدة كم يوم، 4 أيام أو 5 أيام. أشرب من المية، أغتسل قبل المغرب، أدهن جسمي، ثم بعد ذلك أجلس نص ساعة كده أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واستعذ بالله عز وجل من شر إبليس وجنده، وأقول اللهم أخرج كل عين من جسدي، اللهم أخرج كل سحر من جسدي، اللهم أخرج كل الشياطين من جسدي. أنا عايز أقول لك في ظرف 5 أيام هتلاقي نفسك أنك أنت رجعت وأخرجت السحر من جسدك بإذن رب العالمين. كل واحد يعني سبحان الله طبق هذه الرقية تمام وحصل عنده حركة، يحاول أنه يتابع الرقية اللي أنا قلتها ديت، سيجد أن فيها عجب العجاب، وسيجد جميع الشياطين تخرج من جسده، ولا يبقى أي ضر في جسدك بإذن رب العالمين. شاركها لغيرك، فالدل على الخير كفاعله. دمت في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.